السلام عليكم على أغلى وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. هنعمل النهاردة فيديو المخلل السريع اللي تعمليه النهاردة وتاكلي منه بكرة. هنعملوه بطريقة أحلى 100 مرة من المحلات، وهنعملوه كمان أنضف وهيتعامل معاك بسرعة خالص. تبقى طبعا انت خسرانة لو انت رحت اشتريتيه من بره غالي، وانت ممكن تعمليه في الوقت اللي احنا فيه ده بأقل التكاليف. الأيام دي الخضار كتير ومال السوق ورخيص، وبأقل حاجة ممكن تعمل مخلل نظيف وكمان صحي ومفهوش أي تلوث، وهتعمليه بسرعة خالص. هتروحي السوق طبعا وهتجيبي الخضار بتاعك، وتحاولي الحاجة اللي تلاقيها غالية طبعا ما تجيبهاش وما تخليليهاش، تستنيها لحد ما تهدى تجيبيها عادي براحتك وتخليليها. والله انا جبت من السوق جزر وجبت خيار وجبت قرنبيط، دي الحاجات اللي لقيتها رخيصة. انما رحت اجيب ليمون لقيت الليمون غالي، قلت خلاص استنى الليمون لحد ما يهدى شوية واجيبه واخلله لوحده عادي. الجزر بتاعك هتجيبيه وهتغسليه غسلة معتبرة بالمبشرة بتاعتك او بالسكينة. هتشيلي الجزء اللي من فوق ده، تشيليه خالص عشان ما يبقاش مستحب في التخليل. طبعا لازم تغسل الخضار بتاعك غسلة كويسة خالص، عشان المخلل بتاعك ما بيستحملش اي حاجة وبيبوظ بسرعة، فلازم تبقي دقيقة خالص وانت بتعمليه عشان يفضل معاك الاكبر فترة ممكنة، ما يبص ابدا لاخر واحدة، يفضل كويس وما يعملش اي ريمة بيضة من فوق. وهقولك ازاي تحافظي عليه ما يعملش ريمة منك من فوق ويفضل الاخر واحدة كويس وزي العسل. طبعا انا هتقطعي الجزر بتاعك بالشكل اللي انت عايزاه، عايزه تقطعيه طويل، عايزه تقطعيه مدور، عايزه تقطعيه اي تقطيعه ترتاحي لها في المخلل بتاعك قطعيه. ولو معاكي كمان القطاعه دي قطعي بيها. انا قطعته بالسكينه عادي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما ياخدش معاكي اي وقت خالص وسهل وسريع. وبصوا مش هياخد اي وقت كده. خلاص انا قطعت الجزر بتاعي وغسلت ايديا وغسلت الجزر كويس وغسلت السكين، عشان طبعا احنا قلنا المخلل مش بيستحمل حاجه. جهزت كده بنجرايه صغيره زي ما انتوا شايفين كده عشان احطها في الميه بتاعه المخلل. طبعا البنجر بيدي طبعا لون للمخلل عسل. قطعت القرنبيطه بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حطيتها في الميه حوالي 5 دقايق. لازم تحطيها 5 دقايق في الميه عشان القرنبيط بتبقى له ريحه، فيطرد اي ريحه في القرنبيط. هقولكم على المحلول اللي هنعمله بيه هسقي بيه المخلل بتاعك. لازم الميه تبقى فوق المخلل. المحلول اللي انا هقولك عليه ده تسقي بيه المخلل بتاعك مظبوط بالشعره، يعني الملح بتاعه هيبقى مظبوط على الاخر. هتحط لكل لتر ميه 3 معالق كبار من الملح، يعني معالق كده هرمية، هيبقى معاك الملح مظبوط على الاخر. ونحط معلقة سكر وربع معلقة خل. طبعا هتقولي لي السكر، ايوه طبعا السكر بيخلي قرمشة حلوة خالص للمخلل بتاعك، وبرضه هيحافظ لك على مدة المخلل الاكبر فترة. تحطي ربع معلقة من الخل، ولو عندك طبعا هريسة شطة حطي منها، لو مش عندك هريسة شطة اعملي فلفل احمر مع 4 فصوص كده من الثوم او 5، واضربيهم في الخلاط وحطيهم على المخلل بتاعك. هيفضل طبعا ريحة وطعم الاخر واحدة، والله العظيم مخلل زي العسل، مش هتحتاجي ابدا تشتريه تاني من بره. وعلى ضمانتي يا ستي، واعملي المحلول المية ده للمخلل زي ما انا بقولك كده، هيطلع مظبوط معاكي على الاخر كده. خلاص انا قطعت الخضار بتاعي، ما فاضلش غير الخيار بتاعك تقطعيش قطع صغيره عشان الخيار مش بيستحمل في التخليل، فحاولي انك انت تقطعيه على قد ما تقدري قطع كبيره. وحاولي برضو انك انت تطلعيه اول حاجه، يعني تاكلي منه على طول. اللي انا حطيته ده فلفل الوان احمر، حط 5 فصوص من الثوم 4 فصوص من الثوم كده، هتعمليهم في الخلاط او الكبه، هتحطيهم على المخلل بتاعك. عشان انا مش عندي هريسه شط دي او دي تنفع معاك، هيطلع معاك مخلل بصوا من الاخر مظبوط على الشعره. الملح بتاعه مظبوط مجرمش على الاخر. واهم حاجه برضو لما تيجي تطلع منه تكون كبشه او معلقه تخصصيها للمخلل، عشان المخلل ما يعملش ريمه من فوق ويبوظ منك بسرعه. وبكده خلاص فيديو المخلل يكون خلاص خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم ما يكونش طويل عليكم. اهم حاجة كده بس، لو عجبك الفيديو تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة.